السلام عليكم، تانية ثانوي. النهاردة هنشرح الدرس التاني جبر بعنوان المتسلسلات ورمز التجميع. يعني ايه الأول المتسلسلات؟ ايه هي أصلا المتسلسلة؟ وبعد كده هنعرف يعني ايه رمز التجميع. الأول يعني ايه متسلسلة؟ احنا خدنا المتتابعات مثلا كان يقول لي مثلا ح ن، وطبعا ده رمز المتتابعة فلازم يتحط في قوسين، لكن لو شلت القوسين هيبقى بالنسبة لي ده الحد النوني أو الحد العام. وكنا في حصة المتتابعات فرقنا ما بين الاتنين، تمام كده. طيب هنا مثلا كان يقول لي المتتابعة بتساوي 1 و3 و5 مثلا و7 وهكذا. يعني ايه بقى متسلسلة؟ المتسلسلة ان انا بجمع الحدود دي، يعني كأنك هتشيل الفاصلة دي كده وحط موجب، يبقى موجب 1 موجب 3 موجب 5 زائد 7 زائد، طب بعد كده في نقط، خلاص خليها نقط برضو. فاذا المتسلسله بالنسبه لي بتبقى عامله ازاي؟ انت بتعمل جمع للحدود بتاعه المتتابعه بس. طب هل انا بطلع ناتج الجمع ده؟ لا. المتسلسله لو انا بشتغل متسلسله فانت بتسيبها له كده. امتى اطلع ناتج الجمع؟ لو هو عايز سيجما، اللي هي بالنسبه لي رمز التجميع، اللي هو الجزء الثاني من العنوان. فلو انا بجيب بقى رمز التجميع، يبقى اذا انت هتعمل من اسمه كده، اسمه رمز التجميع، يعني بجمع. فهيطلع من ده بقى ناتج، هتقوم مجمع ده بقى كله وتطلع الناتج. ماشي. يبقى لحد دلوقتي المتسلسله بالنسبه لي ايه؟ هي المتتابعه زي ما هي بالظبط زي المتتابعه، ولكن هي حتى في تعريفها يقول لك ايه؟ جمع حدود المتتابعه. بنعمل عمليه جمع لحدود المتتابعه فقط لا غير. يبقى دي كده بالنسبه لي اسمها ايه؟ المتسلسله. ماشي. يبقى المتسلسلة بتساوي ايه؟ 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 وهكذا. طيب في الأول كده زي ما احنا خدنا في المتتابعات ان انا عندي متتابعة منتهية ومتتابعة غير منتهية، فبرضو في المتسلسلة قد يكون عندي متسلسلة منتهية ومتسلسلة غير منتهية. اهي منتهية، وقد يكون عندي متسلسلة غير منتهية، وليكن مثلا كده منتهية اهي او غير منتهي. انتوا اكيد هتبقوا فاهمين الفكرة زي المتتابعة بالظبط. بمعنى لو لقيت هنا مثلا كان هنا عندي 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 بالمنظر ده زائد نقط، يبقى بالمنطق كده دي منتهية ولا غير منتهية؟ كان ليها نهاية رقم يعني ولا ملهاش نهاية؟ هنلاقي ان ملهاش نهاية، اذا دي تسمى انها غير منتهية. لكن انا مثلا لو كنت نهيتها وليكن مثلا برقم مثلا 21 مثلا، فلو انا نهيتها بالرقم ده هعمل ايه؟ ده معناه طالما ان انا نهيتها برقم يبقى ده معناه انها منتهية، لان ليها نهاية. نهايتها ايه؟ في رقم انت شايفه اهو ليها نهاية، فلو ليها نهاية يبقى اذا تسمى متسلسلة منتهية. اما لو هي مكملة الى نقط كده يبقى اذا هي تسمى متسلسلة غير منتهية. فهمنا الفرق ما بين الاتنين؟ طيب تعالوا بقى في الجزء بتاع رمز التجميع. ايه هو رمز التجميع؟ رمز التجميع اللي هو بيكون بالمنظر ده، هو ده الرمز، ده اسمه رمز التجميع وبيسمى سيجما. بسميه ايه؟ سيجما. يعني ايه رمز التجميع؟ من اسمه رمز التجميع، يعني بيعمل جمع او بيعمل عملية، حتى بيسمى مجموع. مثلا يديني سؤال يقوم قايل لي ان سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد مثلا 7، وهنا يقوم كاتب لي ر هتساوي ايه. يعني ايه اصلا المنظر ده؟ لما يقول لي سيجما من اول ر، شوفوا انا بنطقها ازاي، من اول ر تساوي 1 يبقى دي بدايتي، لحد 7 لحد ر بتساوي 7 يبقى اذا انا بدايتي 1، ثم نهايتي خالص هتكون ان انا اعوض عن ر بكام؟ ب7. بمعنى اول حاجة هتعوض عن كل ر بواحد لحد ما توصل ل7، يعني هعوض مرة بواحد ومرة باتنين ومرة ب3 ومرة ب4 ومرة ب5 ومرة ب7. يلا هعوض عن الر بواحد يبقى 1 زائد، وهو اسمه رمز التجميع او سيجما اللي هو المجموع بالنسبه لي، فانا بعمل عمليه جمع. اعوض عن الر ب2 فهشيل كل ر هعوض عنها ب2 فهي ر واحده اصلا يبقى 2 زائد، اعوض عن الر ب3 يبقى هشيل دي اعوض عنها ب3 فتصبح 3 زائد، اعوض عن الر ب4 يبقى 4، اعوض عن الر ب5 يبقى 5، اعوض عن الر ب6 يبقى 6، اعوض عن الر ب7 يبقى 7، اعوض عن الر 8 ها
عملت غلطة؟ طبعا عملت غلطة. ايه هي الغلطة؟ ان انا عوضت ب8 وهو قايل ان انا نهايتي ايه؟ نهايتي 7. ما احنا لسه متفقين ان دي بدايتي ر ب1 ونهايتي عند التعويض ايه؟ ب7. يبقى اذا نهايتنا كانت 7 فقط لا غير، ان انا اعوض عن الر ب7 طلع معايا الناتج ب7. ماشي، فخلاص هقف هنا، وبالتالي هطلع عادي خالص بقى الناتج على الآلة الحاسبة. لما تحسبها بالآلة هيطلع معاك ب28. 8 اهو 28. مفهومة كده؟ يبقى موضوع سيجما ايه؟ على فكرة دي المتسلسلة، دي بالنسبة لي متسلسلة اصلا. مش احنا اتفقنا في الاول ان المتسلسلة دي بتكون بالمنظر ده؟ لو انا طلعت الناتج يبقى احنا كده جبنا رمز التجميع او جبنا الناتج بتاع رمز التجميع. فهمنا الفكرة؟ يبقى دي بالنسبة لي اصلا قلنا كده دي بالنسبة لي متسلسلة. لو انا جبت الناتج بتاعها يبقى انا كده كنت بجيب رمز التجميع، فطبيعي طلع لي المتسلسلة دي، وفي الاخر طلعت الناتج بكام؟ ب28. خليني برضو انبه على حاجة. على فكرة ده رقم ر ده او الرمز ر ده اصلا الحد النوني اللي كان موجود في المتتابعة. تعالوا نرجع كده للاصل. احنا مثلا كان عندنا ح ن بتساوي ن، ماشي؟ كان عندي متتابعة كانت الح ن الحد النوني بتاعها بيساوي ن. فلما هاجي اكتب بقى رمز التجميع بتاعها هعمل ايه؟ هقوم عامل سيجما. بدل النون دي هنسميها هنا ر بتساوي 1، يعني بدايتي عند 1 ونقول مثلا هنتهي عند 7، وهنا بدل النون هكتب ر برضو. فهي الفكرة ايه؟ ان هو هنا بس رمز التجميع بدل ما بين حرف النون خلاه ر، لكن هو اصلا هو ده اصلا كان في الاصل نون، اللي هو النون اللي كان موجود فين؟ اللي كان موجود في الحد العام. فلذلك اللي بيتكتب هنا اصلا بيكون الحد العام. يعني هنا لو كانت ح ن بتساوي ن فالمفروض كنت اكتب هنا ن، بس احنا قلنا في رمز التجميع بنشيل ن نعوض عنها ب ر. مفهومه كده؟ طيب ده كده بالنسبه لي رمز التجميع. ناخد مثلا كم مثال كده نثبت عليه. لو عندي سيجما ر بتساوي من اول ر بتساوي 2 لحد 5 ر تربيع هتساوي، يبقى انا بدايتي كام؟ 2 ونهايتي فين؟ الرقم 5. يلا بينا، هعوض مره ب2 يبقى 2 تربيع زائد عوض مره ب3 يبقى 3 تربيع زائد عوض مره ب4 يبقى 4 تربيع زائد عوض مره ب5 يبقى 5 تربيع، ونطلع ده على الآلة الحاسبة. يبقى دي كده 4 زائد 9 ونكمل، زائد 9 زائد 16 زائد 25. تعالوا نشوف كده تطلع معانا بكام على الآلة الحاسبة. هتطلع ب54. طلعت كده ب54. طيب ناخد كمان سؤال. يبقى ده كده خدنا سؤالين، ناخد كمان سؤال اهو. كمان سؤال مثلا قال لي سيجما، او ممكن تقول سيجما، ممكن تقول رمز التجميع، ممكن تقول مجموع، اي حاجه من الحاجات دي. ر بتساوي من اول مثلا 3 لحد 5 3 ر هتساوي عادي خالص. هنبدا ان احنا ايه؟ نعوض. يبقى 3 في، هنعوض اول حاجه عشان بس ما نتلخبطوش. اول حاجه هتعوض ب بكام؟ ب1. لا، قلنا هنا دي بدايتي كام؟ 3 ونهايتي كام؟ 5. عوض عن الر ب3 يبقى 3 في 3 زائد، امشي خطوة خطوة. عوض عن الر ب4 يبقى 3 في 4. عوض عن الر بكام؟ 5 يبقى 3 في 5. ونشوف هتطلع معانا بكام على الآلة الحاسبة، وكده تكون خلصت. يبقى فهمنا الفكرة. احنا بنعوض عادي خالص بس بالترتيب. اهم حاجة ان انت تشوف البداية والنهاية. ناخد كمان سؤال. حاول كده توقف الفيديو وتشتغل السؤال ده من اول ر بتساوي 1 لحد مثلا 4 ر تربيع. شوف كده يطلع معاك بكام. تعالوا نشتغلوا. اول حاجة هعوض عن الر ب1 يبقى 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 4 تربيع. تعالوا نعمله سريعا بالآلة الحاسبة. 1 زائد 4 زائد 3 تربيع اللي هي 9 يعني زائد 4 تربيع اللي هي 16. ماشي، تطلع معانا في الاخر ب30. يبقى الناتج 30. لو طلعتها 30 يبقى انت صح. اتفهمت كده؟ يبقى الموضوع بسيط جدا. طيب لو انا عندي مثلا جالي سؤال تاني، وليكن نجيب بس صفحة مثلا قال لي كده، نيجي بس كده اهو. قال لي نقرب سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد 3 وهنا كان عندي 4.
هيساوي. ما تستغربش، عادي خالص، انا ماشي عادي. اول حاجة هعوض عن الره بدايتي 1 ونهايتي 3. اول حاجة هعوض عن الره بكام؟ ب1. فلما اجي اعوض عن الره ب1 هلاقي ايه؟ انا ما عنديش غير 4 اصلا. هل في ره؟ لا. اذا خلاص حط ال4 زي ما هي، بس كده بس كده خلاص. طيب زائد، اعوض عن الره ب2، ما هو مفيش غير 4 يبقى 4 زي ما هي. عوض، مفيش ره اصلا، مفيش ره عشان اشيلها واعوض عن الره ب2. طيب عوض عن الره ب3، ما هو مفيش ره اصلا عشان اشيلها واعوض عن الره ب3، يبقى هتفضل 4 زي ما هي، فهتصبح كام؟ 12 اهي. اتفهمت كده؟ طيب نيجي مثلا لو انا عملت سيجما ولكن مش من ره ب1، ره ب2 مثلا، وهنا كان عندي 5 وهنا 3، هيساوي. عوض عن الره الاول بايه؟ ب2، هتلاقي ما هي 3 زي ما هي برضو، زائد عوض عن الره ب3، ما هي مفيش ره اصلا فهتبقى 3 زي ما هي، زائد اعوض عن الره ب4، نفس الكلام 3 زي ما هي، مفيش ره اصلا اعوض عنها، اشيلها واعوض عنها ب4. اعوض عن الره ب5 هتبقى برضو ب3، ناتج 3، ما هو مفيش ره اشيلها اعوض عن الره ب5، يبقى كده بالنسبه لي كام؟ دي كده 3 في 4 يعني برضو 12. يبقى اتفهمت كده؟ يبقى الموضوع بيكون بسيط جدا. فيجي مثلا عندي مشكله، يظهر معايا مشكله. ايه هي المشكله؟ يجي يكون عندي سؤال رخم شويتين، يوم قايل لي سيجما من ر بتساوي 1 لحد 2026 ر تربيع هيساوي. هتقول لي ازاي احلها يا مس اصلا؟ دي انا كده هعوض بالواحد والاثنين والتلاتة والاربعة، المفروض اقعد اعوض لحد 2026؟ لا طبعا اكيد مش هتعمل كده. فلذلك ظهر عندي شوية خواص تقدر تفيدني جدا لو انا عندي ر تربيع، لو انا عندي ر، او لو انا عندي حتى رقم، اقدر على طول بالخاصية اشتغل الخاصية يطلع معايا ناتج على طول. ايه هي بقى الخواص؟ هنسيب السؤال ده كده شوية وهنحله كمان شوية بعد ما نعرف الخواص. اهو، بما انها خواص خاصة برمز التجميع فتسمى خواص التجميع. مش محتاجة حاجة يعني. اول خاصية لو عندي رقم، ولكن قبل ما نبدأ في الخواص فعندي شرط رخم شوية في الخواص. الخواص التجميع، خواص التجميع بالنسبة لي ما بتشتغلش الا لو انا كانت بدايتي، او خلينا نكتبها البداية كانت ر بتساوي 1. يعني ايه؟ يعني هي دي رخامتها بقى، انه لازم تكون بدايتك ر بتساوي 1. يعني لو ر بتساوي 3 او 4 او 5، لا، اي رقم تاني غير ال1، فوقتها بتكون ليها طريقة تانية. يعني بنتحايل على الموضوع شوية عشان نشتغل بخواص التجميع، او انك تحلها يدوي. مفهومة كده؟ يبقى خواص التجميع رخامتها في ايه؟ رخامتها ان انت لازم تتأكد الاول قبل ما تشتغل خواص التجميع ان انت بدايتك بتساوي كام؟ 1. طب يا مس لو انا بدايتي مش ب1 اقدر اشتغل بخواص التجميع؟ لا، ما ينفعش. تمام؟ الا لو انت قعدت تعمل كام خطوة كده هنشوفها كمان شوية، لو عملت اللي هو برضو خليت انت البداية ب1. طيب تعالوا بقى نشوف اول خاصية. اول خاصية لو انا عندي رقم، هنا مثلا كان عندي سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد 3، وهنا مثلا وليكن 4 هيساوي. انا هحلها معاكم يدوي الاول. فتعالوا كده نعوض. اول حاجة لما ر تبقى ب1 هعوضها تبقى 4، زائد لما ر تبقى ب2 4 برضو، لما ر تبقى ب3 4 برضو، لما ر، خلاص بقى احنا كده خلصنا لان اخري 3، فالناتج هيطلع بكام؟ ب12. ففي ناس عندها قوة ملاحظة شوية هتقول ايه؟ طيب يا مس مش 12 ده اللي هو حاصل ضرب الرقمين دول 3 في 4؟ هقول له برافو عليك، ما هو 3 في 4 فعلا، انت لو عملت حاصل الضرب 3 في 4 هيديني 12. ما هو بالمنطق انت بدأت من رقم 1 لحد رقم 3، يعني انت كده كررت الرقم ده 3 مرات، صح كده؟ يبقى هيبقى 4 في 3. يعني على طول لما انا الاقي على طول هنا رقم اقوم ضربه في الرقم اللي فوق ده، خلاص كده اداني الناتج. خلاص على طول 3 في 4 يبقى 12، خلصت. ولكن مع التأكد ان بدايتي بكام؟ ب1، لان دي كده انت كده اشتغلت خاصية كده من غير بقى محل خطوات خالص، هتقوم قايل لي الناتج مباشرة 12. مفهومة كده؟ طيب يبقى دي كده اول خاصية خاصة بالرقم، مع مراعاة، هعيد تاني، مع مراعاة لازم تكون بدايتي بكام؟ ب1. على فكرة رقم 1 ده معناه ايه؟ رقم 1 ده معناه، مش احنا قلنا ان ر دي اللي هي اصلها كانت نون يعني في المتتابعة، صح؟ اللي هي الحد النوني والكلام ده كله يعني، اللي هو نون، ماشي؟
فلما يقول لي ر بتساوي 1 يعني الأول من الأول لحد الأول، بعد كده الحد التاني، بعد كده آخرك الحد التالت، لأن هو قايل لي إن آخري يعوض عن الر ب3. مفهومة الفكرة؟ بس فاحنا فهمنا كده ايه الفكرة بالنسبة لي. طيب نيجي بقى عند الخاصية رقم 2 اهو. الخاصية رقم 2 خاصة بر. لو انا عندي هنا من اول ر برضو ب1 وهنا كان عندي ر، وعشان انا هحط قاعدة فهخلي الرقم النهائي وليكن رمزه كان نون هيساوي. قال لي لو احنا بنشتغل ر فيبقى عندي قانون صغير كده. القانون بيقول نون في نون زائد 1 على الاتنين. نون في نون زائد 1 على الاتنين. هو مين نون ده؟ نون ده اللي هو الرقم اللي بيتكتب هنا. فاذا الرقم النهائي ممكن افتكرها كده انه حرف النون كأنه نهائي مثلا، الرقم النهائي فاللي هو بيتكتب هنا ده اللي هكتبه هنا وهكتبه هنا. يعني مثلا لو ده كان 3 فانا هحط هنا 3 وهحط هنا 3. مفهومة كده؟ وده هيخليني اطلع الناتج مباشرة. يعني لو انا كان مثلا كان حاطط 2026 ما خافش، لا ما تخافش بقى، هنكتب هنا 2026 عادي خالص، وهنا هنكتب 2026 وهيطلع لنا الناتج على طول. بس ده القانون خاص بايه؟ خاص ان هنا بس يكون في ر. طب لو اي حاجه مثلا اي حاجه غير ر يبقى ما نشتغلش القانون ده خالص. طيب تعالوا نطبق على القانون ده كده ايه الاسئله اللي احنا حليناها. يعني في اسئله كان فيها ر اللي هي السؤال مثلا وليكن ده اهو. تعالوا نحلها بقى بالقانون، يلا بينا. عايزه احله بالقانون. هنعمل ايه؟ اللي هو ده هنعمل شرطة كسر نون في نون زائد 1 على الاتنين. صح كده؟ انتوا عارفين انا في انهي سؤال؟ انا في السؤال ده اهو. طيب الرقم النهائي اولا قبل ما اتاكد لازم اتاكد قبل ما انا احل ان بدايتي 1 وانا هنا نهايتي باين انها كام؟ 7. فانا بدايتي 1 ما عنديش مشاكل، يبقى انا كده اقدر استخدم خواص التجميع. نهايتي 1 الرقم ده هو اللي بيتكتب اصلا مكان نون، يعني هكتب هنا 7 هكتب هنا 7. تعالوا نحلها. يبقى فوق 7 وهنا 7 زائد 1 على الاتنين، يعني هتساوي 7 في 8 على الاتنين. وفعلا اعملوا كده حتى على الآلة الحاسبة هيطلع معانا الناتج فعلا ب28 زي الناتج اللي انت طلعته لما حليت يدوي. مفهومة كده؟ ولكن طبعا ان انت تبقى عارف قانون تعوض بيه ويطلع معاك الناتج على طول اسهل بكتير من ان احنا نحل يدوي، خاصة لما الارقام تكتر. يعني افرض قال لي لحد رقم مثلا 15 لحد رقم 20 لحد رقم انا ممكن اقول لك لحد 2026 اي رقم بقى معاك قانون خلاص اشتغل على طول وتقدر تطلعه بسهولة. طيب ايه كمان؟ تالت واحدة ودي خلاص كده اخر خاصية. في كمان خاصية ولكن دي كده خاصية توزيع فملهاش قانون. يعني ر من اول ر بتساوي 1 لحد برضو نون. لو انا شغال ر تربيع زي السؤال اللي احنا حليناه قبل كده اللي هو ده ماشي، ولكن ده على فكرة كان بدايتي ر 2 ماشي، ممكن نجيب واحد تاني كمان تبقى بدايتي بس ر ب1 عشان اقدر اعوض. او اهو في سؤال اصلا في الاخر اهو ر ب1 اهو. طيب لو انا مش عايزه افك وعايزه اشتغل قانون على طول، هل في قانون؟ تعالوا كده نقول القانون. نرجع كده بيساوي، بصوا كده هشيل نعمل مثلا اول شرطة كسر هيبقى نفس اللي فوق بالظبط، نفس اللي في البسط هنا بالظبط، ناخده كده كوبي اهو. نون في نون زائد 1 ونعمل قوس كمان في نون زائد 1، ولكن هشيل التربيع ده كده ثانية ونحطه بس بلون مختلف شوية. انت هنا حاطط تربيع صح؟ فهنحط هنا 2 يبقى انا هحط 2 مرتين في على الر تربيع، فانت هتحط لي هنا كمان قدام النون 2. تمام كده؟ طيب وتحت هنحط يا مس 2؟ لا هنحط مش الاتنين بتبص كده صح؟ اعكسها كده تبقى 6. يبقى تحت هنحط رقم ايه؟ رقم 6. يعني انا بحاول ان انا اربط الموضوع في دماغكم عشان تستسهلوا حفظ القانونين دول. يبقى اول واحد كان بالنسبه لي قانون ر كان نون في نون زائد 1 على الاتنين. طب قانون ر تربيع نون في نون زائد 1 زي اللي قبليه بالظبط، وهضرب فين؟ وهضرب في دي اللي هي 2 نون زائد 1. لو حد هينساها هنقوم حاطين نون زائد 1 عادي خالص هنا برضو، ولكن هنا في 2 فاقوم حاطه هنا كمان 2، وتحت بدل ما هي 2 خليها 6، خليها تبص الناحيه التانية. اتفهمت كده؟ طيب
يبقى دي كده بالنسبة لي التلات خواص بالنسبة لي. طيب نفس دي بالظبط تعالوا نحل السؤال اللي احنا حليناه بايدينا، تعالوا نحله بقى بالقانون دلوقتي اللي هو كان اخر واحد والمفروض الناتج بتاعه كان 30. تعالوا نحله لو بالقانون، يلا بينا ونشوف هيطلع معانا نفس الناتج ولا لا. نون، حد فاكر القانون؟ نون زائد واحد في 2 نون زائد واحد على 6 هيساوي 6 تحت زي ما هي. بالنسبة لي نون دي اللي هي الرقم النهائي، فهنا الرقم النهائي اولا اول ما انا قبل ما ابدأ احل حتى انا بصيت سريعا كده انه ر بالنسبة لي بادئة من 1، يعني هنا مثلا ر بادئة ب2 فما ينفعش اشتغل القانون. شايفين ليها طريقة تانية بقى، ما ينفعش اشتغل القانون، ممكن يا اما احلها يدوي يا اما ليها طريقة تانية هنعرفها كمان شوية ماشي. لكن هنا اقدر اشتغل القانون على طول طالما بدايتي بواحد. طيب هنشيل كل ر نعوض عنها بكام، او نون قصدي، هنعوض عنها ب4 اللي هو الرقم النهائي. يبقى 4 هنا مثلا 4 في 4 زائد 1 يعني 5 في 2 في 4، ما انا لما اشيل النون دي هتبقى 2 في 4 يبقى 8 زائد 1 يبقى 9. نشيل دي بس دي كده، نشيل 4 دي تشالي كده، مش شرط تشالي دي او اتشالت. يبقى كده بالنسبة لي هيصبح كام؟ 9. نعمل ده برضو سريعا كده على الآلة الحاسبة يطلع معانا في الآخر الناتج ب30. نفس الرقم ده بالظبط، اعملوها كده على الآلة الحاسبة وشوفوا هيطلع معانا الناتج كام. مفهومة كده؟ طيب يبقى دي كده الثلاث خواص بالنسبة لي اللي فيها قوانين اقدر ان انا استعملها. اول خاصية لو انا عندي رقم طالما بدايتي ر بواحد فاقوم قايل ده اضرب الرقمين في بعض 3 في 4 وخلصت. تاني واحدة لو انا عندي ر يبقى نون في نون زائد 1 على 2. تالت واحد لو انا عندي ر تربيع يبقى نون في نون زائد 1 في 2 نون زائد 1 على 6. تعالوا بقى نشوف اسئلة على الموضوع ده. تعالوا نشوف اول سؤال كده، السؤالين دول تعالوا نشوفهم كده سريعا. اول واحد بيقول سيجما من اول نون من اول ر بتساوي 1 لحد 3 4 ر. فلو انا عايزه اشتغل قانون هلاقي اول حاجه انا ما خدتش قانون 4 ر، بس انت خدت قانون ايه؟ خدت قانون ر. خلاص ولا تشغل بالك، هعمل ايه؟ امسك الاربعه دي خليها بره اهو، بس كده بس كده بس كده عادي. انت خدت قانون ايه؟ خدت القانون ده. خلاص يبقى 4 في القانون بتاع ر، يبقى 4 في قانون ر اللي هو كام؟ انا كده شغال عادي خالص، سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد 3 ر عادي خالص. يبقى نون في نون زائد 1 على 2. في ناس كانت من الاول خالص قالت هتقوم قايله لي ايه؟ خلاص يا مس هي 4 في قانون ر وخلصت. برضو عادي، عايز تمشيها واحده واحده وتقوم قايله لا هطلع الاربعه بره بعد كده بقى اشوف تظهر معايا، يظهر معايا الشكل بتاع ر اللي انا عارفه، بعد كده هضرب كده الاربعه في القانون مفيش مشاكل. هيساوي، تعالوا كده نشوف، هيساوي 4 في، ممكن ننزل دي بس كده تحت، 4 في شرطة كسر، هعوض عن كل نون بكام؟ ب3، يبقى 3 في 3 زائد 1 يعني 4 على 2. يعني كده بالنسبة لي نشيل دي كده شوية، يعني كده بالنسبة لي دي 4 في 12 على 2 يعني 4 في 6 يعني 24. اتفهمت كده؟ يبقى الموضوع برضو بسيط. تعالوا نشوف السؤال التاني. لو شايفين ان تقدروا تحلوه حاولوا توقفوا الفيديو وحلوه، بعد كده شوفوا حلكوا صح ولا غلط. ماشي؟ طيب السؤال رقم اللي بعديه ده هنعمل فيه ايه؟ ولا اي حاجه خالص. ممكن حد يقوم قايل انا هطلع يا مس السالب 2 دي بره، وبعد كده هشوف يعني هطلعها كده بره بالمنظر ده. فظهر معايا ايه؟ ظهر معايا القانون بتاع ر تربيع اللي هو عادي خالص، بدايتي من اول ر بواحد لحد رقم وعندي ر تربيع ماشي، وتقوم قايل سالب 2 في قانون ر تربيع اللي هو ايه؟ قانون ر تربيع ان انا بيكون نون في نون زائد 1 حد فاكر؟ في 2 نون زائد 1 على 6 هيساوي سالب 2 في، هنشيل كل نون نعوض عنها ب4. يلا بينا، يبقى 4 في 4 زائد 1 في 4 في 2 او 2 في 4 زائد 1 على 6
هيساوي -2. بلاقي ناس ان اوقات بينسوا -2، بينسوا انه كان في بره -2، فنركز كويس جدا بس انه لا، في اركز ان هو انا كنت ضارب في حاجه، كنت ضارب في رقم او كده، لان طبعا الناتج هيختلف تماما. ماشي. طيب -2 اهي بره مضروبه في 4 في 5 في 4 في 2 زائد 1 يعني 8 زائد 1 يعني 9 على 6. نعمل ده كله على الآلة الحاسبة يطلع معانا في الآخر -60. مفهومة كده؟ يبقى برضو الموضوع بيكون بسيط، ما تخافوش من الموضوع. طيب يجي سؤال عامل ازاي برضو؟ يجي سؤال مجمع بقى كل الحاجات دي كلها، بمعنى يجي مثلا سؤال زي ده: سيجما من اول ر بتساوي 1. فانا كده طالما بدايتي 1 فانا كده مطمن ان انا ممكن اشتغل خواص التجميع لحد مثلا وليكن 3 ر تربيع زائد 2 ر زائد 1. انا اتخضيت صح؟ اكيد خلاص اول ما شفت المنظر ده انا اتخضيت. لا الموضوع بسيط، واحده واحده بس كده، والموضوع بسيط. ناخده بس كده في صفحه جديده عشان يبقى واضح معانا. طيب ادي اهو السؤال. هعمل ايه؟ دي بقى الخاصيه دي كمان من خواص التجميع على فكره، انه رمز التجميع ينفع ان انا اوزعه. فوزعه على مزاجك. يعني في حد ممكن يوزع على الجزء ده واحدة كده او واحد من رمز التجميع، وبعد كده يقوم موزع كمان واحدة هنا، او بس عشان احنا نحل يعني في بعض المسائل ممكن الاخطر تلاقيه موزع جزء على رمز التجميع على 3 ر تربيع ورمز التجميع على 2 ر زائد 1. هو حر عادي خالص. لكن انا عايزه احل السؤال ده، فهعمل ايه؟ هوزع مره هنا ومره هنا ومره هنا، بحيث ان الاولانيه فيها ر تربيع فهستخدم قانون ر تربيع، التانية فيها ر فهستخدم قانون ر، الاخيره فيها رقم فهستخدم قانون الرقم. فيلا بينا نوزع. يبقى كده بالنسبه لي سيجما من اول ر بتساوي 1 3 ر تربيع زائد سيجما من اول ر تساوي 1 لحد 2 ر زائد سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد، خلينا مثلا دي -1، هي هتختلف ولا اي حاجه عادي خالص. لو دي سالب فاحنا بدل ما نحط دي موجب هنخليها سالب فقط. طيب -1 يبقى لحد كام؟ لحد هنا 1. خلاص كده خلصت. يلا بينا بقى نبدا ان احنا نحل. هعمل ايه؟ اول واحده لو انت عايز انت تطلع ال3 دي بره مفيش مشاكل، طلعها بره. ال2 دي عايز تطلعها بره، طلعها بره. ال2 اهي طلعها بره. يلا بينا نبدأ نشتغل. أول واحدة 3 في القانون بتاع ر تربيع، حد فاكره؟ نون في نون زائد 1، حاول تقول معايا، في 2 نون زائد 1 على 6. طيب زائد القانون بتاع ر، يبقى 2 بره، منساش ال2 اللي أنا كنت حاططها بره. 2 في قانون الر يبقى نون في نون زائد 1 على ال2 ناقص قانون بتاع الرقم بيبقى عامل ازاي؟ بضرب الرقمين دول في بعض، يبقى 1 في 3 ب3، وكده تبقى خلصت. يلا بينا بقى نبدأ نعوض. طبعا نون هي نون ب3، نون اللي هي الرقم النهائي اللي هو ب3، فهنشيل كل نون في المسألة نعوض عنها ب3. 6 هنا هتبقى 3 زائد 1 في 2 في 3 زائد 1 زائد 2 في 3 في 3 زائد 1 على ال2 ناقص 3. تعالوا نشوف هتطلع معانا بكام. يبقى 3 ممكن اختصر على فكرة، على 3 فيها ال1 على 3 فيها ال2، يبقى لي هنا تحت 2 وهنا فوق 3 في 4 في 2 في 3 6 زائد 1 يعني 7. كده الجزء الاولاني خلص. نكمل الباقي. زائد ال2 دي برضو هتروح مع ال2 دي، فيها ال1 فيها ال1، هيبقى لي 3 في 3 زائد 1 4 ناقص 3 اللي هي اخر واحدة هتساوي. تعالوا نشوف دي كده هتطلع معانا كام على الآلة الحاسبة، اللي هي بالنسبة لي 3 في 4 في 7، استنوا كده، في 7 وتحت على ال2 تطلع معانا ب42 زائد 3 في 4 ب12، يبقى نكتب كده 12. واخر حاجة ناقص 3 هيساوي 42 و12 يعني 54 ناقص 3 يعني الناتج في الاخر 51. ده كده الناتج بالنسبة لي النهائي. مفهومة كده؟ فبرضو الموضوع بسيط، ينفع ان انا اوزع سيجما، مفيش اي مشاكل، ممكن ان احنا نوزع سيجما. تعالوا نشوف السؤال ده.
هعمل ايه؟ هوزع طبيعي السيجما. اولا انا لاحظت ان ر بدايتي بالواحد فمفيش مشاكل، هنبدأ ان احنا نشتغل الخواص بتاعة التجميع، مفيش اي مشاكل فيه. طيب اول واحده بالنسبه لي عايزين نطلع الاتنين دي بره، مفيش مشاكل. حد يقوم قايل لي خلاص يا مست احنا عرفنا خلاص يبقى 2 في القانون الر. ماشي، برافو عليك. نون زائد 1 على الاتنين زائد دي على طول 3 في 4 يبقى 12. نشيلها دي كده بس 12. هنا الاتنين طبعا هتروح مع الاتنين اهي، هيروحوا مع بعض. هيبقى لي هنا هشيل كل نون، اعوض عنها بكام؟ اعوض عنها ب4. يبقى 4 في 4 زائد 1 يعني 5. 4 زائد 1 5 اهي، زائد 12 يعني بيساوي 20 زائد 12 يعني ناتج في الاخر 32. اتفهمت كده؟ طيب دي كده بالنسبه لي موضوع سيجما وفهمناه، وفهمنا ان انا ممكن يجيلي مثلا حاجه بالشكل ده، ان هو يجيب لي زي دي اللي هي دي 3 ر تربيع، يجيب لي الكلام ده كله. اقدر اوزع سيجما مفيش مشاكل خالص واشتغلها. احنا اول حاجه خالص، اول فكره خدناها ان انا ممكن ان انا اوزع بايدي، صح؟ بعد كده لقينا الموضوع الحمد لله بقى اسهل لما بدأنا ان احنا نشتغل خواص التجميع، فبقى اسهل من ان انا اوزع بايدي او اشتغل بايدي، افك بايدي يعني. بعد كده طيب بعد ما انا مرنتك على ده كله، في طريقه برضو نقدر ان احنا نشتغلها بالآلة الحاسبة. فتعالوا نشوف ازاي اشتغل دول بالآلة الحاسبة. قبل ما اقول طريقه الآلة الحاسبة، مش معنى ان انت تعرف طريقه الآلة الحاسبة ان انت خلاص تنسى بقى كل اللي فات ده كله. لا، افرض السؤال ده جالك مقالي، هتعمل ايه؟ طبيعي لازم اشتغل بايدي، اشتغل عن طريق خواص التجميع او ان انا افك بايدي، يا ده يا ده. فما نعتمدش اعتماد كلي على الآلة الحاسبة. امتى اشتغل آلة حاسبة؟ ايوه طبعا لو ده سؤال اختر، فطبيعي اكيد حرام تشتغل ده كله يعني في سؤال اختر. لو انت ممكن خطوة اصلا تطلعك الناتج على طول، تطلع لك الناتج على طول، فمش محتاج تعمل ده كله، هيضيع منك وقت في الامتحان. ففعلا وقتها لا، الآلة الحاسبة اشتغل آلة حاسبة وطلع الناتج على طول. لكن لو سؤال لازم اكون عارف الاتنين عشان الأسئلة المقالي. طيب تعالوا نشوف كده من اول مثلا. ماشي، من اول طبعا الآلة الحاسبة ممكن تشتغل بقى من اول رهب 1، من اول رهب 2، من اول رهب 3، كله متاح بالنسبة لي. نيجي من اول سؤال كده اللي هو كان بالنسبة لي رهب اهو، اللي اشتغلناه اللي هو ده. تعالوا نعمله كده على الآلة الحاسبة ونشوف الناتج يطلع معانا ازاي. الخطوات بتاعتي بعمل شيفت الاول، شيفت، بعد كده اللوج دي اللي هي علامة اللوج اللي هي اللوغاريتم يعني. فاكرين اللوغاريتم اللي هي اللوغاريتم، ولكن اللي اساسه اللي هو بيكون فاضي مش اللي اساسه 10 اهو. شيفت وبعد كده لوج، هيظهر معاك على طول سيجما، وهيبقى 3 اماكن فاضيين. ايه ال3 اماكن دول؟ اللي هو المكان ده والمكان ده والمكان ده بس خلاص. طيب تحت كان عندي ره بكام؟ ب1. بعد كده هنا فوق كان عندي 7. طب وهنا هكتب الره دي اللي هي بالنسبه لي الاكس يعني. هنعمل اكس ازاي؟ طبعا انتوا كلكم تعرفوا الاكس اكيد بنعملها ازاي، اللي هي الفا وبعد كده القوس اليمين ده على طول كده. احنا عملنا خلاص اكس. تعالى نعمل يساوي نشوف الناتج يطلع معانا بكام. 28 اهو، نفس الناتج اللي احنا طلعناه يدوي. طيب تعالوا تاني واحده هعملها تاني من الاول، يبقى شيفت بعد كده علامه اللوج. ماشي، علامه اللوج اهني واحده تاني اللي هي تاني سطر دي، اللي هي تاني سطر اللي هي دي اهي اللي انا ايدي ضغط عليها دي. طيب نعملها تاني بقى كده، يبقى شيفت بعد كده اللوج اللي هو بيكون الاساس بتاعه فاضي مش اللي الاساس بتاعه 10، اللي هي في تاني سطر، اول واحده في تاني سطر من على الشمال، من على ايدي اليمين قصدي. طيب هنخلي ره هنا بالنسبه لي ال3 اماكن دول. هنا تحت كانت ره بدايتي بكام؟ ب2، فاكتب تحت كده 2 ثم فوق 5. بعد كده هنا اكس تربيع اللي هو ره تربيع اكس تربيع، يبقى الفا القوس اليمين عشان يعمل لي علامه الاكس، بعد كده تربيع. هنعمل كده تربيع اهو، نرجع كده ادي تربيع. هنشوف هيطلع معانا بكام. هيساوي 54، نفس الناتج اللي طلع معانا. مفهومه كده؟ طيب دي ما كناش طلعنا الناتج بتاعها، تعالوا نطلعها كده على الآلة الحاسبة. دي بدايتي كانت فين؟ بدايتي كانت 3 ونهايتي كانت 5، وهنا كان في 3 اكس 3 وبعد كده الفا اكس اهي، الفا اكس هيساوي تطلع معانا ب36. دي ما كناش عملنا الناتج بتاعها اهي 36.
مفهومة كده؟ وهكذا بقى. طيب عايزين ناخد واحدة كبيرة شوية، اللي هي بقى كانت المعادلة كلها او الحد، اللي هي مثلا اخر واحدة احنا حليناها دي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هعملها تاني من الاول خالص. هنقوم قايلين شيفت بعد كده لوج دي، احنا ضغطنا فين اهي، تاني شيفت وبعد كده لوج اهي. طيب كان بالنسبة لي ر الاول بادئة بواحد، بعد كده لحد 3، يبقى تحت هكتب 1 وفوق هكتب 3. بعد كده هنكتب الحد اللي كان مكتوب هنا، يبقى 3 اكس تربيع، يعني اكس تربيع زائد 2 اهو ماشيين واحدة واحدة، الفا القوس اليمين عشان اعمل اكس، ناقص ثانية عشان ما عملناش ناقص 1. هيطلع معانا بيساوي في الاخر 51، والناتج فعلا كان طالع معانا في الاخر 51 اهو. اتفهمت كده؟ يبقى في خطوة وبنخلص وبتبقى المسألة خلصت عادي خالص. طيب نشوف بقى اللي بعده. يبقى موضوع الآلة الحاسبة أكيد هيفيدك، و في بعض الآلات اللي هي بتبقى قديمة ما بيكونش فيها أصلا علامة اللوج دي، علامة اللوغاريتم يعني. فلما يجي في وقت الامتحان بتاعك ممكن تاخد أي آلة بقى من زميلك أو كده، عشان هتفيدك فعلا في الامتحان، عشان أسئلة الإخطر بدل ما تقضي وقت ده كله إنك تحل ده كله ويطلع الناتج، ممكن آلة حاسبة وتخلص معاك. طيب هنا بقى هتقابلني مشكلة. ايه المشكلة؟ ان انا ممكن استخدم لحد السؤال اللي فات، لحد المرة اللي فاتت لحد دي، ده كده انا حليت السؤال ده مقالي من غير آلة حاسبة، حليته مقالي بخواص التجميع، ما عنديش مشاكل خالص، ولان بدايتي بتكون بواحد فما فيش مشاكل. وزعنا وبعد كده بدأنا نشتغل قانون ر تربيع، قانون الرقم. ماذا لو كانت بدايتي مش ر بواحد، ر مثلا ب8 3 4 اي رقم غير الواحد؟ هعمل ايه وقتها؟ خاصة انه كمان مش ان انا مثلا اقوم قايله خلاص هفك بايدي بقى وامري لله، لا ده رخم عليا اكتر، وراح قايل لي انا عايز بخواص التجميع. يعني هو عايزني اشتغل بخواص التجميع وهو جايب لي اصلا ان بدايتي مش واحد. فهنا هنعمل ايه بقى؟ هنتحايل على الموضوع شويه، بمعنى هنخلي بدايتي واحد، انا هخليها بدايتي واحد عشان اقدر ان انا اشتغل المسألة دي. طب ازاي هخلي بدايتي واحد؟ تعالوا كده نفهمها. هو دلوقتي عايز الارقام من 8 ل 12، يعني انا عندي واحد، نكتب كده سريعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هو عايز الارقام دلوقتي من كام لكام؟ من 8 ل 12، صح كده؟ الارقام اللي بالاصفر دي. طيب انا هسألكوا سؤال، هل ممكن ان انا اقول له ان ده بيساوي الارقام كلها من اول الواحد، لان انا عايز بدايتي تبقى واحد، لحد ال 12؟ يا مس انت كده غلط. معاك حق، انا كده غلط. ليه؟ عشان انا هسكت، لو انا سكت عند كده يبقى انا غلط فعلا. ولكن انا هقول ايه بقى؟ الارقام هتبدأ معايا من 1 لحد 12، وهشيل منهم الارقام من اول الواحد لحد 7. محتاجة تركيز كويس جدا. تاني انا هقول ايه؟ مش انت عايز الارقام من 8 ل 12؟ طيب انا هجيب الارقام من 1 ل 12 وهشيل منهم الارقام من 1 ل 7. فطبيعي بالمنطق وبالعقل لما انت تجيب كل الارقام اهي، انت قصادك كل الارقام من 1 ل 12 ورحت انت شايل منهم من 1 ل 7. تعالوا كده نشيل من 1 ل 7، من 1 ل 7 اهو. ايه اللي هيتبقى لك؟ طب والله صح، من 8 ل 12 فعلا اللي هو عايزه اصلا. بس كده يعني احنا لعبنا لعبة كده صغيرة بحيث ان انا يبقى عندي سيجما الاتنين يكونوا بادئين من ر بواحد، فاقدر استخدم خواص التجميع. فهمتوا الفكرة؟ يبقى تاني كده سريعا عملنا ايه؟ قلنا انا الارقام بالنسبة لي هو عايز الارقام من 8 ل 12، فانا هعمل ايه؟ اقوم قايل له من 1 ل 12 هنقص منهم الارقام من 1 ل 7. يبقى انا فعلا الارقام كلها من 1 ل 12 هي قدامي، هقوم شايل منهم ايه؟ من 1 ل 7. لو احنا شلنا منهم فعلا من 1 ل 7 اتبقالي من 8 ل 12. فهمتوا الفكرة؟ ليه بنعمل ده كله؟ عشان نبدأ من الواحد. هتلاقوا ان الاتنين السجمتين، السجمة دي والسجمة دي، بدأنا بالواحد، فما كانش ايه كده. دلوقتي اقدر استخدم خواص التجميع، مفيش مشكلة. مفهومة كده؟ طيب هنعمل ايه بقى بعد ما نحل دي؟ احنا بنحل دلوقتي مقالي، محدش يمسك لي بقى آلة حاسبة خالص. هضطر ان انا اجيب دي كده لوحدها كده في جنب واحلها، وبعد كده اجيب دي كمان لوحدها في جنب برضو واحلها، وبعد كده اطرحهم من بعض ويطلع لي بقى الناتج في الاخر.
طيب ليه بعمل كل واحدة في جنب؟ لان كل واحدة اصلا محتاجة توزيع. دي هضطر ان انا اوزع سيجما من ر بتساوي 1 لحد ال 12 2 ر زائد 3. تمام. اول حاجة لا، الاول هنوزع بقى على طول. تعالوا نوزع كده بقى على طول. زائد 2 ر زائد سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد ال 12 3 هتساوي قانون بقى وخلاص. هي سهلة كده لان انا اصلا ر بتساوي 1، بدايتي 1 يعني. يلا بينا. دي بالنسبة لي هتبقى 2 في القانون بتاع ر اللي هو بالنسبة لي ن في ن زائد 1 على ال2 زائد. دي بالنسبة لي سهل، 3 في 12 وتخلص هتساوي 2 في. طيب ن بالنسبة لي اللي هي 12 يبقى 12 في 12 زائد 1 يعني 13 على ال2 زائد 3 في 12 اللي هي 36. ممكن نشيلها نعوض عنها ب36. تعالوا هنحسب كده دي سريعا على الآلة الحاسبة. طبعا دي اصلا ممكن الاتنين دي على طول، الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، هيبقى لي 12 في 13 زائد 36. يبقى 12 في 13 اهو زائد 36 هيطلع معانا في الاخر ب192. نرجع بس كده 192 اهو. هتوقفوا لي الفيديو دلوقتي وهتبتدوا ان انتوا تحلوا. نرجع وهتبتدوا ان انتوا تحلوا انتوا دي بايديكم ماشي، وتطلعوا الناتج. شوفوا الناتج هيطلع معاكم بكام. طيب تعالوا نشوف. المفروض الناتج هيطلع ب77. لو انت صح خلاص كده صحح لنفسك. طيب لو لسه لا مش مظبطه معاك وطلع ناتج غلط يبقى ركز معايا كويس. اول حاجه هوزع سيجما دي من ر بتساوي 1 لحد ال7 2 ر زائد سيجما من ر بتساوي 1 لحد 7 3 هيساوي 2 في ن زائد 1 على ال2 زائد دي 3 في 7 على طول. طيب النون دي هتروح مع النون دي، النون دي هتروح مع النون دي، هيبقى لي دي النون دي المفروض اشيل كل نون اعوض عنها ب7. يبقى 7 في 7 زائد 1 يعني 8 على 1 طبعا زائد 3 في 7 يعني 21. ودي في الاخر تطلع معانا في الناتج يعني الاخير هيبقى 77. فلما نطرحهم من بعض ايه اللي هيحصل؟ يبقى 192 ناقص 77 ده اللي كان في الاول خالص. عملية الطرح بقى 192 ناقص 77 هيديني 115. اتفهمت كده؟ الموضوع برضو بسيط جدا، بس لازم ناخد بالنا ان هو مش بادئ لي بالواحد، فلذلك ان انا لازم اقسم. طيب وقفوا كده الفيديو وشوفوا دي هنحلوها ازاي. اللي هو السؤال اللي بعديه ده هنحله ازاي. عندي من اول 5 لحد 8، من 5 ل8. فيا ترى كده المفروض ان انا عشان استخدم خواص التجميع لازم ابدا من الواحد. فهم قايل ايه ناقص ايه. على فكره هي ليها لو حد مركز شويه ممكن نقوم قايلين ايه. خلاص يا مس هي تبقى ازاي؟ سيجما هبدا من 1 لحد الرقم النهائي ده اللي هو 12 ناقص هبدا برضو من 1 لحد الرقم اللي قبل ده، يعني ده 8 فحطيت هنا 7. طب لو ده 5 هحط هنا 4. طب لو ده 16 هحط هنا كام؟ هحط هنا 15. فاول واحده بتكون من 1 لحد الرقم الاخير، والتاني واحده بتكون من 1 لحد الرقم اللي قبل ده. في حد ممكن ايه لو انت اللي هو خلاص انا عارفها كده خلاص يا مس وخلاص ماشي. فده هنقوم قايلين ايه. ما دي بالنسبه لي ممكن تكون كده سيجما فكرتوا فيها الاول من اول ر بتساوي 1 لحد 8 ر تربيع ناقص 2 ر ناقص من اول ر بتساوي 1 لحد ايه. في حد يقوم قايل لي لحد الرقم اللي قبل 5 اللي هو ال4 صح. في حد يبقى فاهمها يقوم قايل لي احنا طبيعي هيكون عندنا ارقام من 1 لحد 8 اهو 6 7 8. انا عايز الارقام من اول ال5 لل8 فقط. فهم قايل يبقى من 1 ل8 هشيل منهم من 1 ل4 فيبقى لي طبيعي ايه الارقام من 5 ل8 ماشي. يبقى ده كده فهم. وده التانية دي برضو لو حد عايز يحفظها يعني يا دي فاتفهمت كده. يبقى الموضوع بيكون بسيط. هي الفكرة بس في الحركة دي. بعد كده بتحل كل واحدة لوحدها وبعدين تطرحهم من بعض. طبعا احنا اتمرنا على دي واتمرنا على دي، فممكن احنا نطلع النواتج بس كده على الآلة الحاسبة سريعا. طبعا ده سؤال مقالي فانت كمل كده الحل بايدك وشوف هيطلع معاك بكام. ولكن تعالوا كده نشوف هيطلع معاك بكام. لو طلع بنفس الرقم ده يبقى انت حلك صح. ممكن اصلا في بداية السؤال احل كده في الجنب الرقم ده اللي هو ده على طول سيجما دي على الآلة الحاسبة على طول، فابقى عارف من قبل ما احل السؤال المقالي الناتج في الاخر هيطلع معايا المفروض كام.
لان وارد وانت بتحل مقالي تغلط في اشاره في النص، تغلط في حاجه على الاله الحاسبه، تحسب غلط على الاله الحاسبه، حاجه كده يعني. فوارد ان ده يحصل وانت بتحل المقالي، فممكن ابقى انا داخل من الاول اصلا عارف الناتج. طيب تعالوا نشوف كده، هنبدأ من اول 5 لحد 8 فوق 8، وهنا كان عندي اكس تربيع ناقص 2 اكس. المفروض الناتج يطلع معانا في الاخر 122، يعني المفروض الناتج بتاع الطرح ده في الاخر 122. حلوا كده السؤال كامل وشوفوا طلع معاكم نفس الناتج ده ولا لا. طبعا الجزئين دول احنا اتمرنا، الجزء ده اتمرنا عليه واتمرنا على ده برضو، الاتنين دول اتمرنا عليهم، فسهل ان انت تحله انت يعني. طيب نشوف الباقي اهو. المتسلسلات بيقول لي عمليه جمع الايه لحدود المتتابعه. بيبقى عندي متتابعه لو عملت عمليه الجمع بتاعتها اهي الحدود اهي بالنسبه لي، لو عملت عمليه الجمع دي تصبح اسمها ايه؟ المتسلسله. دي كده اسم متسلسله. لو جبت الناتج يبقى كده بالنسبه لي ده رمز التجميع. طيب تعالوا بقى نبدا نحل. لو انا عندي رمز التجميع كان من اول 1 لحد ن ر بيساوي 136، فهو عايز 4 ر. انت معاك ر اصلا لما كانت بر طلع معايا ب 136، يبقى 4 ر. طب ما انت كان معاك ر ب 136، يبقى دي هتبقى 4 في 136 بس كده، مش محتاجه حاجه. يبقى تصبح ب 544 الناتج ده. طيب حد عايز يمشي خطوه خطوه؟ ما احنا انت كده كده معاك ايه؟ مش احنا لو مشينا دي سيجما من اول ر بتساوي 1 لحد ن 4 ر، عشان لما كنت بشوف مسألة شبه دي بقوم قايل طلع لي الأربعة دي بره، صح كده؟ فهتقوم 4 في هتساوي 4 في. طب ما دي مديها لك أصلا جاهزة، مديها لي بكام؟ مديها لي ب136 أهو، يبقى هيساوي 544. شرحتها كمان بالتفصيل. طيب نشوف دي. طيب السؤال ده بالنسبة لي لو سؤال اختر زي ما هو جاي كده اختر، هعمل ايه؟ هنا طبعا هو مديلي اصلا الناتج اللي هو ب100، فممكن حد كسؤال اختر يعمل ايه؟ يقوم قاعد يقعد يجرب في الاختيارات، يقعد يجرب في الاختيارات يشوف مين فيهم اللي هيظبط معايا. فتعالوا مثلا نيجي كده، هي كانت ر بدايتي ب1 ونهايتي ب25، وهنا كانت عندي 3 اهو، 3 ناقص او زائد قصدي كاف. كاف بالنسبه لي عوض باي رقم، او هنعوض بقى بالترتيب المفروض ب25 وبعد كده 13، ونشوف مين فيهم اللي هيطلع لي الناتج 100. هي المفروض في الاخر تطلع ب1 على 13، فانا بس هجربها معاكم كده. يبقى 1 على 13 اكس اهي، تمام. طيب تعالوا نشوف تطلع معانا بكام. يساوي، انا جربت بكام؟ ب1 على 13، شلت الكاف عوضت عنها ب1 على 13 فطلعت فعلا ب100. فانتوا لو جربتوا الباقي الاختيارات هتلاقوها كلها بتطلع ارقام تانية غير ال100 طبعا، ماشي. فدي طريقة، ولو انت في الامتحان انا مع الطريقة دي ان انت تحل بيها. ده كده ايه؟ عشان ده انت في امتحان وده سؤال اختر، بس انا عايزة احلها مقالي، يعني عايزة احلها بخطوات. هنعمل ايه؟ ولا اي حاجة، عادي خالص. اول حاجة هوزع ر بتساوي من اول 1 لحد 25 3 زائد مفروض من 1 لحد 25 كاف ر هيساوي 100. طيب هنقوم حاطين ايه؟ كاف دي بالنسبة لي هطلعها بره، ممكن اطلعها كده بره هنا على اساس ده ان ده يعني قانون الر. طيب اولا دي بالنسبة لي 3 في 25، 3 في 25 دي كده خلصت لان ده رقم، زائد كاف في قانون الر بالنسبة لي اللي هو ن في ن زائد 1 على 2، الكلام ده بيساوي المفروض 100. طيب 3 في 25 يعني 75 زائد كاف في، المفروض اشيل كل نون اعوض عنها ب25، يبقى 25 في 25 زائد 1 يعني 26 على 2 هيساوي 100. تمام. عايزين نحسب دي كده على الآلة الحاسبة اللي هي 25 في 26 على 2، 25 في 26 على 2 تصبح 325. 300 يبقى دي 325 كاف. هودي ممكن اودي ال75 دي بعكس الاشارة، تصبح كده 100 ناقص 75. ممكن نصغر دي، يعني هتساوي 25. يبقى كده اصبح معانا 325 كاف بيساوي 25. يبقى اذا الكاف بتساوي
25 على 325. وفعلا ده لما نعمله على الآلة الحاسبة يطلع معانا بواحد على 13. يبقى ده كده بالنسبة لي لو خطوات. وقلنا لو ده سؤال اختر ما تحلش طبعا بخطوات، ممكن تجرب بالاختيارات عشان ما نضيعش وقت في الامتحان. ماشي. طيب نشوف الأسئلة اللي بعدها. المرات اللي فاتت او لما كنا بنحل كان بيبقى عندي سيجما وانا اللي بطلع المنظر ده، اللي هو بالنسبه لي دي كده المتسلسله. لو سبتها كده يبقى دي كده المتسلسله. لو طلعت ناتج يبقى انا خلاص ايه، ده الناتج بتاع رمز التجميع. طيب كان بيبقى مثلا انا مختار طبعا اي واحده عشوائيه يعني، كان مثلا يديني دي وانا اللي اطلع افكها، فطلع حاجه شبه كده. يديني مثلا السؤال ده واطلع افكها بالمنظر ده. مظبوط. المره دي العكس، هو يديلك المفكوك ويطلب مني رمز التجميع. فيا ترى مين فيهم رمز التجميع؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنشوف كل واحده في الاختيارات. رقم 1 لما ر تبقى بواحد يبقى هعوض ايه؟ هعوض بواحد، يبقى اول واحده فعلا واحد. زائد لما ر تبقى باتنين هتبقى بواحد لان هي رقم. لما ر تبقى بتلاتة هتبقى بواحد. لما ر تبقى باربعة هتبقى بواحد. يعني المفروض لو ده كان رمز التجميع بتاع السؤال ده كان المفروض هيكمل واحد 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 وهكذا. يبقى ده 100% مش رمز التجميع بتاع ايه، بتاع السؤال ده. يبقى دي لا. طب دي اولا دي فيها تربيع. طب خلينا نجرب. واحد تبقى واحد تربيع، لا، او هي واحد. تمام. تاني واحدة لما اقعد عن الاتنين تبقى 2 تربيع، يعني اما هنا يكتب لك 2 تربيع او يكتبها لي 4 وهو كاتب 2، يبقى دي غلط. طب اللي بعدها عوض عن الره بواحد تصبح واحد زائد واحد 2، يعني المفروض الحد الاولاني يبقى قيمته 2 مش واحد، يبقى دي برضو غلط. يبقى 100% مين دي. فعلا لو انا عوضت عن ره الاول بواحد هتبقى فعلا بواحد، ره باتنين تبقى باتنين، ره بتلاتة هتبقى بتلاتة. وفي حاجة عايزاك تاخد بالك منها، ان دي تسمى متسلسلة منتهية لان اخر رقم موجود. فلو جينا عوضنا هنلاقي هنا، بص كده، عوض كده، ده اخر رقم بالنسبة لي عوض عنه في الره، صح كده؟ فلو عوضنا فيه هنلاقي هنشيل كل ره نعوض عنها ب20 هتصبح 20، يعني الناتج فعلا ب20. الناتج النهائي المفروض يطلع ب20 وهو فعلا ب20. فده 100% من البداية ومن الآخر أصلا هي تؤكد إن هي دي رمز التجميع بتاع المسألة. نشوف اللي بعدها. اللي بعدها انتوا عارفين لو هو كان كاتب مثلا اي واحده فيهم كان كاتب فوق مثلا الى موجب ما لا نهايه مثلا، كان زماني استبعدتهم. ليه؟ لان هي اصلا منتهيه برقم، فما ينفعش يكون مكمل لموجب ما لا نهايه، لازم يكون ليه نهايه. ليه نهايه عند الحد ال15، عند الحد ال30، المهم ليه نهايه. هنعوض باول واحده كده. هنقوم قايلين لما اعوض عن الره بواحد تبقى واحد، يعني المفروض اول واحده كانت تبقى واحد مش 2، يبقى دي اكيد غلط. طب دي بدايتي كام؟ واحد، يعني اعوض عن ره كده بواحد هتطلع المفروض واحد، الحد الاولاني بواحد، في نفس الكلام نفس القصة غلط. اللي بعدها هتعوض عن ره بكام؟ اعوض عن ره كده بواحد هتطلع ب2، مظبوط زي اللي موجودة في المسألة. طيب عوض عن الره ب2 تطلع 2 في 2 ب4، مظبوط زي الموجودة في المسألة. عوض عن الره ب3 تبقى 2 في 3 ب6، مظبوط زي الموجودة في المسألة. ناس هتجري تختارها. طب هقول لك انا، هسألك سؤال، ليه اخترت ج ما اخترتش د مع انهم هما الاتنين نفس الشكل؟ دي 2 ر ودي 2 ر. هتقول لي اه والله صح يا مستر، دي 2 ر ودي 2 ر، امال ايه الفرق؟ بص كده ايه الفرق. في ناس خدت بالها ان هنا في 15، يعني الحد الاخير المفروض اتعوض عن الره اخر حد خالص لما اعوض عن الره بكام؟ ب15. وهنا اخر حد خالص لما اعوض عن الره ب30. وهنا مديني قيمة الحد الأخير، فأعرف مين فيهم دي اللي صح ولا دي صح. هعوض عن الره، أعوض كده عن الره ب15 هتبقى 2 في 15 ب30، يعني المفروض الحد الأخير يبقى 30 وهو ده فعلا صح، يبقى خلاص هي ج. لكن هنا مثلا لو حد اختار د، عوض كده عن الره ب30 تطلع 2 في 30 ب60، فالمفروض لو هي كانت صح كان يبقى كتب هنا 60 مش 30. مفهومة كده؟ طيب يبقى دي كمان غلط. نشوف اللي بعدها. اولا دي كده فيها تربيع، 1 تربيع 2 تربيع، فيها تربيع، فانا هستبعد الاتنين دول لان دول ما فيهمش تربيع اصلا، فهي يا الاولى يا الاخيره. طيب هعوض عن اول حاجه. لو الاولى مثلا اعوض عن الره ب1 يبقى 1 تربيع، اعوض عن الره ب2 2 تربيع، اعوض عن الره ب3 3 تربيع. طب والله صح.
اعوض عن الره باربعة، 4 تربيع. طب هل الاخيرة شبهها؟ لا، ده الاخيرة 2 ره تربيع. فلو عوضت عن الره بواحد تصبح 2 في 1 تربيع، يعني 2. يعني المفروض الحد الاولاني كان يبقى قيمته 2 مش 1، او مش 1 تربيع. يبقى غلط، يبقى هي فعلا الحد الاولاني. يبقى دي غلط، فعلا هي الحد الاولاني. نشوف السؤال اللي بعده. طبعا الملف ده كله هيكون موجود في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، تقدر تدخل وتحمل الملف. طيب نشوف السؤال ده. -1 -8 وهكذا. علشان الناس اللي بتستغرب السؤال ده، عشان في سالب، احنا اتعودنا ان المتسلسلة بالنسبة لي بتبقى مثلا 1 زائد 2 زائد 3. بكتب يعني زي كأنها زي المتتابعة بالظبط، ولكن بشيل الفاصلة بحط بدلها ايه؟ موجب. فليه هنا حطيت بدلها سالب مش موجب؟ هي الحقيقة ان هو حاطط موجب فعلا، ولكن طلعت معاه النواتج بالسالب. يعني بمعنى هي كانت الاول مثلا، افرض كانت مثلا -1 ودي كانت قيمتها ب2، فالمفروض ان انا كنت اكتبها بالمنظر ده، ماشي، اكتبها كده. بس هو قال ايه؟ طب خلاص -1 ما سالب في سالب بسالب، يبقى -2 -3. استسهل يعني، اهو عملها كده. ولكن هي في الاصل طبيعي كان في عمليه جمع ما بينهم كلهم، ولكن عشان على طول موجب في سالب بسالب فكتبها كده على طول. فمفيش اي مشاكل، ما تخضش من موضوع السالب يعني معناه ان الحد الاول ب1، الحد التاني ب8 وهكذا، -27 وهكذا. تعالوا نشوف اول واحده. لو عوضت عن الره ب1 تبقى -1 تكعيب. لو عوضت عن الره ب2 تبقى -1 برضو تكعيب، اللي هو -8. لو عوضت عن الره ب3 اهي، انا بشغلها في دي، هتبقى -3 تكعيب، يعني -27. طب والله يا مس صح. هقول لك ماشي، خليها معاك كده. شوف كده، ركز بس كده معايا، ركز معايا في ان هي منتهية. يعني ايه منتهية؟ يعني المفروض الحد الاخير يبقى -216. فانا هسألك سؤال، هنقوم قايلين طب ما الحد الاخير ده معناه ان عند التعويض بره بكام؟ ب216. طلع معايا -216. طب اعوض كده عن الره بسالب، يعني المفروض اعوض عن الره ب216 ويطلع الناتج 216، يبقى -216 تكعيب. مستحيل يطلع لك طبعا -216، هيطلع لك رقم اكبر من كده بكتير. يبقى دي غلط. ليه غلط؟ مع انها كانت ماشيه في الاول صح، برافو عليك، هي ماشيه في الاول صح، ولكن ايه اللي حصل بعد كده؟ انه الحد الاخير المفروض يكون عند التعويض بره ب216. لما جيت عوضت عن ره ب216، تعالوا ممكن اطلع لكم الناتج اهو. نيجي هنا كده، -216 تكعيب. اكيد مش هيطلع 216، يعني شايفين الرقم عامل ازاي؟ الرقم ده كله. فالمفروض ده يبقى لكن اخر حد بالنسبه لي طلع قيمته كام؟ طلع قيمته -216. فاذا مش هي دي خلاص. يبقى لازم الاحظ، اخد بالي كويس جدا من الجزئيه دي. شوف اللي بعدها، يبقى دي كده بالنسبه لي مرفوض. طب اللي بعده، لما ره تبقى ب1 تنفع -1، لما ره تبقى ب2 -2 تكعيب، يعني -8 وهكذا تنفع، ده كله يمشي. هعوض باخر واحده، عوض كده عن الره ب15، شوف هيطلع معاك الحد الاخير ولا لا. هعوض معاكم اهو، دي تكعيب اهي، ماشي. عوض عن الره بكام؟ ب15، تطلع معاك -3375. طبعا ده ما طلعش -216، لا، يبقى دي مرفوضه. اللي بعدها، عوض عن الره ب1، هيطلع معايا ايه؟ هيطلع معايا -1 من هنا، عشان ره ب1 -1 أس 1 في 1 تكعيب، يعني هيطلع معايا -1. طب عوض عن الره ب2، ايه اللي هيحصل؟ لما اعوض عن الره ب2 هتصبح -1 أس 2 ب1 في 2 تكعيب، يعني 8. ايه ده؟ يعني المفروض الحد التاني كان يبقى موجب 8 مش -8. دي مرفوضة اصلا من الاول، انا حتى محتاجتش ابص للحد الاخير، لان يعني دي معناها انها تبقى ايه؟ هتبقى مرة سالب مرة موجب مرة سالب مرة موجب. يبقى هي 100% اخر واحدة. طب تعالوا نتأكد كده. لما اعوض عن الواحد هتطلع ب1 فعلا، لما اعوض عن 2 هتطلع ب2 تكعيب، يعني -8. لما اعوض عن 3 هتطلع ب3 تكعيب، يعني -27 فعلا. طيب هتأكد بالحد الاخير، هل لما اعوض ب6 هيطلع لي -216؟ تعالوا نجرب.
هعوض بكام؟ ب6. طلعت اهي سالب 216 فعلا. يبقى دي فعلا الحد ده فعلا بجد رمز التجميع بتاع السؤال ده. مفهومه كده؟ طيب نشوف اللي بعده. ناخد بالنا قبل ما نبدا السؤال ان هي دي مكمله، شوفوا مكمله تنقيط اهي، يبقى مكمله يبقى هي غير منتهيه، صح كده؟ فبالمنطق منطقي جدا ان هو يحط لي فوق موجب ما لا نهايه. يبقى لو كنت مثلا لمحت مثلا في السؤال الاولاني رقم مثلا 4 وهنا مثلا رقم 7 ليها نهايه، يعني كان زماني رفضتهم صح من قبل ما احل، لان طالما هي غير منتهيه يعني مكمله الى موجب ما لا نهايه. او اوقات يقول لي انها مكمله الى حد نون. الى حد نون ده معناها انها مكمله لحد نون، يعني يكتب لي بقى فوق كده هنا نون. مفهومه كده؟ ماشي. تعالوا نشوف، يلا بينا نعوض باول واحده كده. اقعد على ر ب1 هيطلع معايا 1/2. طب والله صح، طب ما اول حد فعلا كده. نكمل، ما اسكتش، ما عشان في استعجال برضو بيحصل. انت ما تسكتش عن انك خلاص عوضت بالاولانيه خلاص هي كده صح، لا ده ممكن يبقى يطلع عندك اكتر من واحده في الاختيارات الاولانيه تنفع. فانا بعوض على الاقل قوي بالتلاتة، باول 3 عشان تبقى متاكد ان هي دي الصح. ماشي. طب اعوض عن ر ب2 هتبقى 2/3، صح مظبوط. طب اعوض عن ر ب3 هتبقى 3/4، مظبوط. ولو كملت اعوض عن ر ب4 هتبقى 4/5. يبقى خلاص هي من اولها كده هي الاولانيه، كده الاولانيه هي المظبوط، هي الصح كده، خلصت خلاص. نشوف بقى اخر جزئيه معانا. لو بيقول لي اكتب مفكوك كل من المتسلسلتين دول. يعني ايه مفكوك المتسلسلتين؟ يعني فكها واكتب لي متسلسله، بمعنى ان انا هكتبها كده. يعني مثلا لو النواتج طلعت معايا 1+2+3 انا هسيبها له كده مش هطلع الناتج. ليه؟ لان هو بيقول لي مفكوك المتسلسلتين، فاذا هو عايز المفكوك بتاع المتسلسله فقط. مفهوم كده؟ او المتسلسله نفسها يعني. لكن هنلاقي مثلا المطلوب التاني هو اوجد مجموع حدود المتتابعة، اللي هو الناتج بقى. ما هي دي اصلا المفروض نواتج حدود المتتابعة. مفهومة كده؟ ما هي المتتابعة كده معناها ان كانت هي 1 و2 و3 و4، لما جبت المتسلسلة اصبحت 1+2+3+4. فلما يقولي اوجد مجموع بقى، المجموع يعني الناتج. مفهومة؟ طيب اول حاجة هقوم جايب ايه؟ هقوم جايب انا عايز المفكوك، يبقى فكها يدوي عادي خالص. يبقى من ر بتساوي 1، من اول 1 زائد ر هيساوي. هنا على فكرة انا مضطر ان انا افكها يدوي. ليه؟ انا لو استخدمت قوانين من الكلام ده كل القوانين هتطلع لي الناتج، وانا عايزه الاول مفكوك المتسلسله، فانا مضطر ان انا احلها يدوي. مفهومه؟ طيب طالما خدوا بالكم في حاجه مهمه، طالما بالنسبه لي في نهايه، يعني هنا نهايتي عند الحد الخامس، هنا نفس الكلام نهايتي عند الحد السادس، فاذا انا هقف عند الحد الخامس وهنا هقف عند الحد السادس. لكن في بعض الاوقات هيقوم قايل لي هنا الى موجب ما لا نهايه، فمثلا هنجيب 4 حدود مثلا ونقوم مكملين الباقي ايه منقطين كده، نقوم عاملينه كده نقط، يبقى ده معناه ان هي غير منتهيه، ان المتسلسله دي او مفكوك المتسلسله ده غير منتهي. طيب اول واحده ان هم قايلين نعوض عن ر ب1 يبقى 1 زائد 1. امشوا واحده واحده زي ما كان قبل كده في المسائل، كان يكتب لنا حاجه شبه كده، شايفين دي مثلا نفس الطريقه دي بالظبط، نمشي واحده واحده وبعد كده ممكن نجيب الناتج مفيش مشكله. فانهم قايلين مثلا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 2 لما اعوض عن ر ب2 زائد لما اعوض عن ر ب3 زائد لما اعوض عن ر ب4 زائد لما اعوض عن ر ب5. هكمل؟ لا انا اخري عند ال5 بس، وممكن تطلع النواتج. يبقى كده بالنسبه لي 1 زائد 1 2 زائد 1 زائد 3 3 و1 زائد 2 قصدي 1 زائد 4 زائد 3 4 زائد 1 زائد 4 5 1 زائد 5 6. هي دي بالنسبه لي. هنطلع الناتج؟ لا ده كده بالنسبه لي انا جبت كده مفكوك المتسلسله او مفكوك المتسلسله. لكن لما اجيب بقى التاني حل اللي هو تاني مطلوب اللي هو المجموع، يبقى المجموع بالنسبه لي هجيب بقى الناتج. ما الناتج ده كله بقى هيطلع معايا بكام؟ طيب طبعا المجموع كان ممكن اطلعه من الاول اصلا، اللي هو حتى ماشي سريعا حتى كان ممكن اطلعه على آلة حاسبة خالص. المهم 2 زائد 3 ادي كده بالنسبه لي 5 5 زائد، وهنا دي كده بالنسبه لي برضو نقول كده دي كده بالنسبه لي 5 برضو، يبقى دي كده كام؟ 10 و10 يعني 20. عايزين نكتبها، يبقى كده بالنسبه لي الناتج 20. خلصت.
نفس الكلام السؤال التاني برضو سهل ما فيهوش حاجة. دي تاني واحدة، تعالوا كده نحلها. اول حاجة لما اعوض عن الره بواحد تبقى 1 تربيع زائد 2 زائد لما اعوض عن الره ب2. ممكن نمشي كده بالراحة عادي خالص وبعد كده نطلع النواتج اهو. زائد لما اعوض عن الره ب4 زائد لما اعوض عن الره ب5 زائد لما اعوض عن الره ب6. بس كده وهنقف هنا. بعد كده نصفي المسألة. 1 زائد 2 يعني 3 زائد 4 زائد 2 يعني 6 زائد 3 تربيع يعني 9 زائد 2 يعني 11. 4 تربيع 16 زائد 2 يعني 18 زائد 5 تربيع 25 زائد 2 يعني 27 زائد 6 تربيع 36 زائد 2 يعني 38. وبتثبت كده. دي كده بالنسبة لي مفكوك المتسلسلة. لكن لو عايز الناتج هنطلع بقى الناتج على طول على الآلة الحاسبة. أنا ممكن أصلا أطلعه عن طريق سيجما وخلاص. هنا بالنسبة لي 1 كان المكتوب تحت 1، ممكن نعمله هنا. لو أنا بالنسبة لي سيجما ماشي أي حاجة مش فارقة. ممكن 3 زائد 6 زائد 11 زائد 18 زائد 27 زائد 38. هيطلع معايا في الاخر ب103. ولو عايزين نتأكد من الناتج ده اذا كان احنا مطلعينه صح ولا غلط، ممكن اعمل برضو سيجما بالنسبة لي اهي شيفت بعد كده لوج. ثواني، شيفت لوج اهي من اول ر بتساوي 1 لحد 6. هنا بالنسبة لي هتبقى اكس تربيع زائد 2. هيطلع معانا في الاخر بيساوي 103 برضو. يبقى احنا كده برضو اتأكدنا من الحل بتاعنا. مفهوم؟ يبقى ده كده بالنسبة لي المجموع. لكن اللي فاتت كان مفكوك المتسلسلة بس. طيب اخر جزئية معايا هي اوجد برضو مفكوك كل من المتسلسلتين دول. المفكوك زي ما احنا حلينا. انا عايزة احل الجزء الاولاني احنا حلينا شبهه، عايزة احل التاني. هو التاني ده ايه الفرق؟ ان هو هنا مكمل لموجب ما لا نهاية، فانا هجيب مثلا 3 مثلا حدود وخلاص على كده، ونكمل الى موجب ما لا نهاية وخلاص على كده، نكمل نقط يعني. فعشان كده هو طالب مفكوك بس، لان لو طالب مجموع انا مكمل لحد موجب ما لا نهاية، فانا معرفش المجموع هيبقى ايه. طيب المفكوك بالنسبة لي هيبقى عامل ازاي؟ هنقوم قايلين اول حاجة هنعوض عن الره بواحد، هتصبح نص أس 1 ناقص 1 زائد، ممكن نحطها في قوس كده، زائد نص أس 2 ناقص 1 زائد دي قوس برضو، زائد نص أس 3 ناقص 1 زائد نقط بقى. شايفين كده؟ زائد نقط بقى، خلاص هي مكملة. فتعالوا نشوف الناتج ده يطلع معايا بكام. طبعا دي نص ناقص 1 فمفيش مشاكل فيها، دي كده سالب نص. بعد كده دي نص تربيع ناقص 1، طبعا نص تربيع يعني 1/4، يعني دي كده بالنسبة لي ممكن نقوم قايل 1/4 ناقص 1. فده ربع ناقص 1 يعني ناتج هيبقى سالب 3/4 اهو، سالب 3/4. بعد كده زائد دي بالنسبة لي نص تكعيب يعني 1/8 ناقص 1 يعني هتبقى سالب 7/8. دي كده بالنسبة لي اشيلها اقوم قايل سالب اهو. شايفين النواتج عادي خالص طلعت معايا سالب، مفيش اي مشاكل. زائد نقط، فاحنا ممكن نقوم مصفينها بقى كده، يبقى كده نص. فشايفين انا عنديش مشاكل خالص. انا كان عندي متسلسله هنا في موجب بس هنا في سالب، فلو طلعتها بره طلعت السالب بره مفيش مشاكل. سالب 3/4 سالب 7/8 ومتسلسله وتبقى صح جدا وعادي. موجب منقط بقى مكمل. اتفهمت كده؟ بس كده دي تكون حصه النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير الحصه الجايه. واحب افكركم تاني ان الملف ده هيكون موجود على جروب التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، تقدروا تدخلوا على الجروب وتحملوا الملف وتراجعوا منه. اشوفكم على خير الحصه الجايه. سلام.